بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. وبينا معنى الاستفتاء وظاهرة الاستفتاء وظاهرة السؤال في القرآن، إنما هي استزادة من المؤمنين بدين الله لأحكام الله التي يحبون أن يبنوا عليها كل حركات حياتهم ولا يتركونها لما كانوا يتبعونه من عمل آبائهم. لكن يبدو أن الإجابة خصصت الاستفتاء، لأن الاستفتاء كان عن النساء، ويستفتونك عن إيه؟ ويستفتونك في النساء، لكن الجواب إنما جاء في يتامى النساء. فحين يكون الاستفتاء في أمر النساء جملة، صغيرات وكبيرات، يتيمات وغير يتيمات، جاء الجواب في يتامى النساء. لماذا؟ قال لك لأن السؤال في أمر النساء عموما، والنساء إذا لم يكن يتيمات أو كن كبيرات، لأن معنى يتيم إنه لسه لم يبلغ المبلغ الذي يصبح فيه مستقلا، فلا يقال لمن بلغ مبلغ البلوغ سواء كان رجل أو بنت أنه إيه؟ يتيم. إذن فهؤلاء النسوة لهن القدرة على أن يبحثن عن أمورهن، لأنهن غير ضعيفات، إنما ضعيفة الضعيفات هي مين؟ اليتيمة الصغيرة. فجاء الجواب خاصا بإيه؟ بيتامى النساء. ليه؟ لأن يتامى النساء كنا دائما تحت أولياء اللي احنا بنسميهم الأوصياء. الأوصياء دول كانت لهم حالتين: إن كانت البنت جميلة يحب أن ينكحها ليستولي على جمالها وعلى إيه؟ وعلى مالها. وإن كانت دميمة ما تقنعوش جمالا بأن يتزوجها، يقوم يعضلها يعني يمنعها من أن، لأنها لما تتزوج وتروح هيبقى جوزها هو الأولى بالإيه؟ فيبقى جمالا هو لا يقتنع بها، إذا مش هيتجوزها. طب وعايز مالها، يقوم يعمل إيه؟ يقوم يعضلها، ومعنى يعضلها يمنعها من أن إيه؟ أن تتزوج. فدي كانت مسألة عايزة إيه؟ عايزة وصية. ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه وكانت له الفراسات الفاروقية، جاله واحد بيسأله عن أمر يتيمة كانت تحت إيده، قال له: والله إن كانت جميلة فدعها تأخذ خيرا منك، الله الله، وإن كانت دميمة فخذها ويبقى مالها يشفع لدمامتها. نعم. في يتامى النساء اللاتي لا تؤتيهن ما كتب لهن. ما كتب لهن اللي كتب لهن ده إما أن يكون مهور يعني، وإما أن تكون تركات. لا تؤتوهن ما كتب لهن. ليه؟ أم قال لك لأنني إن كانت جميلة هتجوزها ويبقى مالها مين؟ عندي. وإن كانت دميمة هعضلها ويبقى مالها إيه؟ ويبقى مالها عندي. يبقى إذن القصد لا تؤتوهن ما كتب إيه؟ لا تؤتوهن. ولذلك جاء الأسلوب في قوله سبحانه: وترغبون أن تنكحوهن. الأسلوب العالي ده مش ممكن يقوله إلا رب، لأن مادة راغبة يعني أحبه، اللي يأتي بعدها
أحب أن يكون ولا أحب أن لا يكون؟ فإن كان أحب أن يكون يقال رغب فيه، رغب فيه. وإن أحب أن لا يكون يقال رغب عنه. مش بيحصل كده؟ عال قوي. يبقى إذن مادة رغب إما أن تكون متعدية إلى ما بعدها بفيه أو بإيه؟ عنه. ولذلك ومن يرغب عن ملة إبراهيم، ما دام عن يبقى اللي بعدها متروك ولا لا؟ إنما رغب فيه يبقى إيه؟ محبوب. كلمة ترغبون هنا محذوفة الحرف اللي بيعدي. ترغبون فيه ولا ترغبون عنه؟ ترغبون فيه ولا ترغبون عنه؟ فإن كانت جميلة هتبقى ترغبون إيه؟ فيه. وإن كانت دميمة ترغبون عنه. مين يقدر يجيب أسلوب يركب هنا ويركب هنا؟ الله الله. وترغبون أن تنكحوهن. إن كانت جميلة يبقى ترغبون فيه أن تنكحوهن عشان تتمتع بجمالها ويفضل مالها إيه؟ معاك. وإن كانت دميمة تبقى ترغب عنها. نعم. والمستضعفين من الولدان، جه في ريحهم مين؟ كله مستضعف. كله ايه؟ مستضعف. ولذلك المستضعف ده اللي هو اللي ما بلغش اليتيم اللي مبلغ الرجال. الحق سبحانه وتعالى قلنا في حلقات سابقة أنه حينما يتكلم عن الولاية والوصاية على مثل هؤلاء يتكلم بأسلوبين اثنين. الأسلوبين الاثنين لو أن واحدا ليست له ملكة استقبال الأسلوب البليغ يقول لك ده كلام متناقض. إنما لو عنده ملكة استقبال الأسلوب البليغ يقول يا سلام، ما يقولش الكلام ده إلا إيه؟ إلا رب. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. أموالكم إيه؟ بتوعكم أنتم؟ وأنا بدل الاسم ده بتاعتهم هم. أما قال لك لا، لأنه ما دام سفيه ما بقاش ماله. الإسلام عامل تكاتف وتكافل. ساعة ما نشوف واحد سفيه بنعمل عليه حجر ولا لا؟ لأن ده معناه أن أنا بحميه من سفهه. يبقى مش ماله بقى الآن، يبقى ماله ذمة مطلوب منك أن تحميه. ولا تؤتوا السفهاء إيه؟ أموالكم. خلاص. طب وبعدين لما يجي يتكلم بقى عن اليتيم، وابتلوا اليتامى حتى إذا إيه؟ وآنستم منهم إيه؟ فادفعوا إليهم أموالهم، لأنهم بقوا أهل للملكية. بقوا إيه؟ فالأول يعني يقول اوعى تفتكر إن ده ماله، ده ما دام سفيه ولسه قاصر وما يعرفش يبقى مال مين؟ مال كل والي عليه. لأنك أنت بحق الإسلام لازم ترعى له إيه؟ ترعى له ماله. فنسب المال لمين؟ للوصي. وبعدين لما بقى كبر بقى وبلغ الرشد وبقى كويس قال له رد له ايه؟ رد له ماله. والمستضعفين من الولدان وان تقوموا لليتامى بالايه؟ بالقسط. احنا قلنا القسط ده معناه الايه؟ العدل. وفي حاجه اسمها القسط الجور. يبقى شوف الفرق بين الاثنين بس شكل. قسط يقسط عدل، قسط يقسطه يبقى جار. والاثنين ديك بس المصدر يبقى قسط في العدل، وديك ايه؟ قسط وقسوط. العملية دي عملت عند كثير من الذين يحبون أن يستدركوا على كلام الله. أم قال لك يا أخي القرآن عندكم يقول القسط 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 العدل. طيب ايوه، ووردت كذا آية في القرآن القسط معناه العدل. وبعدين يجي سبحانه وتعالى ايه؟ يقول أما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. أما القاسطون فكانوا. طب ما هي قاسطون من ايه؟ مش اسم فاعل من قسطة، يبقى القاسط يبقى كانوا لجهنم حطبا. تبقى قال لك هو مين قال لك بقى ان قسطة بس تستعمل في عدل؟ ده قسطة تستعمل في عدل وفي جار.
ولما يجي يتكلم عن العدل يقول ايه؟ ان الله يحب المقسطين. بقى القاسط يروح النار والمقسط يروح الجنة. نقول له خد بالك، كلمة مقسط من أقسطة، وقاسط من قسطة. لما تشوف أقسطة دي اسمها همزة الإزالة، همزة يعني كان هناك جور فأزلنا الجور. لكن القسط يجي عدل من الأول، يجي إيه؟ عدل من الأول، مش كان فيه جور وبعدين أنت شلت الجور وجبت العدل. أقسط والمقسط الذي وجد جورا فإيه؟ فأزال الجور وجاب العدل. إنما هبه أنه في حكم أولي حكم بالعدل، يبقى قاسط. يبقى إيه؟ والذي يفصل الفعل المضارع يقسط ولا يقسط؟ وقسط ولا قسوط وقسط؟ يبقى إذا من محاسن اللغة إن اللفظ الواحد. ودي ليه يعني؟ لفظ واحد يستعمل لمعنى كذا والمعنى كذا ولمعنى كذا ولمعنى كذا. نقول له عشان يعلم الانسان لباقة الاستقبال، انه ما يستقبلش كل حاجه كده يقول لك ده. طب دي معناها كده، انما السياق يتطلب ان تكون ايه؟ ان تكون كذا. السياق يتطلب، ما هي معنى اللغه كانت ملكه ليه؟ مش صناعه. هي اللغه الان صناعه، انما كانت الاول ايه؟ كانت الاول ملكه لدرجه انهم كانوا اذا شكلوا الكتاب للمرسل اليه زعل. لما يشكلوا له الكتاب يقوم يرد الكتاب، يقول يعني انت شاكك فيها ان انا ما اعرفش اقرا يعني شكلوا لي؟ طب ما هو دلوقتي كده اقول لك شكل له يعني لانه ما بيعرفش ايه؟ ما بيعرفش ينطق. وكذلك اذا نقطه يقول لك ده برضه بيتهمني بانني ايه؟ انني ما اعرفش. وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا، يعني أن الحكم جاء في آتوهن أموالهن أو ما كتب لهن، وبيتكلم في المهور وفي الايه؟ في الاموال. مش بس المسألة كده، المسألة انك انت كل امور اليتامى ايه؟ تتولاها. كل امور. طب انها لا عندها مال عشان يطمع فيه، ولا لها جمال عشان يطمع فيه، يبقى تعمل وياها ايه بقى؟ يبقى لازم يعني. وان تقوموا لليتامى بالقسط. كلمة وان تقوموا لليتامى بالقسط، بأن تقوم لليتامى بالعدل. أم قال لك ليه؟ أم قال لك لأن اليتيمة قد تكون معك ومع آلك، وقد يكون لها شيء من وسامة، فمؤدفك يرش عليها يمكن أكثر من ولادك. نقول له لا، ده حقك. وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما، ليدلنا على أن أمر الفعل ليس مناط الجزاء، ولكن أمر النية في الفعل هي مناط الجزاء. فإياك أن تقول فعلت، وإنما فعلت بإيه؟ بنية كذا، فقد تعطفه. واحنا لذلك قلنا اللي بيمسى على راس اليتيم يبقى له ايه؟ واللي يكفل اليتيم يبقى هو والنبي هكذا في الجنة. قلنا بس اياك يمسى على راس اليتيم وتكون امه يعني لونه شويه بده يتقرب اليها ولا بتاع، لا. اذا ربنا لما بيقول ان ربنا عليم يعني ايه؟ يعني ان مناط الجزاء ومناط الثواب من الله انما هو ايه؟ مش العمل بس، بل النية في العمل. واحد يقول ما هي اللي ما دام ينوي، نقول له لا، افهم جيدا، لان الناس تقول انا نيتي كويسه ولا يعملش. نقول له لا، ده هو قال ايه؟ إن مش العمل ده نية، لا، انما الاعمال بالنيات. يبقى لازم في عمل ولا لا؟ لازم في عمل، بس عشان تاخد جزاؤه تاخد نية. ليه؟ لان الله يريد منا ان نعمل الخير. ليه؟ لان ساعة تعمل الخير عديت من نفسك خيرا الى غيرك، وده المطلوب. النية بقى هي اللي هتنفعك انت، لان ان كان في عندك النية للخير هتاخد الجزاء. طب ما عندكش النية، ان كلمة دي احنا خدنا خيرك وخلاص. يبقى اللي ما بيعندوش نية الخير يبقى اتعب مين؟ اتعب من وصل اليه الخير ولا اتعب نفسه؟
يبقى اذا اعمل طيب كويس قوي، وبعدين ان كنت عايز بقى انت تبقى لك ثواب يبقى لك نيه ايه؟ نيه كويسه. ان ما كانتش لك نيه كويسه تبقى انت ما كدتش مين؟ انما كدت مين؟ كدت نفسك انت بقى. وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. ما قالش وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، لأن كلمة عليم تدل على أنه علم بعد أن وقع. إنما كان به عليم يعني ما كدت الوجود كله معلوم لله قبل أن يخلق الوجود، وعارف إن ده هيعمل كذا وده هيعمل كذا، مش مستني يعلم لما تعمل. فإن الله إيه؟ كان. الله وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليم. وكل أمر برز في الوجود إنما كان على وفق ما علمه الله أزلا قبل أن يوجد الوجود. احنا يا بشر ساعة ما نيجي كده لمهندس ونقول له يا شيخ أنا عايز تعمل لي فيلا مكونة على مساحة قد كده ومكونة من كذا حجرة وعايز الصالون كذا وأوض النوم كذا ودورات المياه كذا ومش عارف ايه، وبعدين يقعد يرسمها على الايه؟ على الورق. الرسم حدد ايه؟ حدد المساحات، مساحات المرافق. ويجي واحد بقى بده يعني يطمن او يقول له لا ده انا عايز قبل ما تبنيه تعمل لي لها مكت، بمعنى تعمل لي لها نموذج صغنن قد كده بالمساحات مثلا من قياس الرسم مثلا من المتر تعمله سنتي، وتدي لي الاوض بالوانها بالسلالم بالمش بحيث لما اشوفها تبقى صح. اهو العالم قبل ان يوجد له مكت، بس المكت في البشر يجوز ان انا عملت بقى دي من خشب الورد، ولما جيت انفذ ما لقيتش خشب الورد، نقوم بنستعيد بخشب تاني ولا لا؟ يبقى ايه؟ يبقى خلل في علم وقدرة المنفذ. لكن المسائل اللي يعملها ربنا تبقى ايه؟ هي يبقى لازم تفهم بقى ساعة ما تسمع ان الله كان فإن الله كان به عليما. ثم تكلم الحق عما يتعلق بالنساء جملة فقال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. طيب إن امرأة ساعة ما تشوف إن وبعدها اسم كده مرفوع زي وإن أحد من المشركين استجارك، اعرف إن دي دخلت على فعل، لأن إن لازم تدخل على مين؟ على فعل. تبقى الفعل جاي من بعدها ترتبه قبلها، تقول وإن أحد من المشركين استجارك، أي إن استجارك أحد من المشركين. خلاص. هنا بقى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، رتب العبارة كده، وإن خافت امرأة من بعلها نشوزا. خافت، ما هو الخوف؟ الخوف هو توقع أمر محزن أو مسيء كأنه لسه ما حصلش. أنا خايف من كذا، معنى خايف من كذا يعني إيه؟ إن دي شيء يؤذيني ويسوءني وخايف أن يقع. الله، يبقى إذن الخوف ده تعلق بما يمكن أن يكون، ده كلام، بس اللي هيكون ده يتعبني. إن امرأة خافت من بعلها نشوزا، يبقى النشوز ما حصلش بس هي خايفة إنه يحصل. الله، رتب الحكم على مجرد ايه؟ مش الخوف من مش حصول النشوز بالفعل، لا، ده تخاف ان يحدث. دي معناها دي لفتة ان لا تترك المسائل حتى تقع، بل تعجل تلافي اسبابها قبل ان تقع، لانها ان وقعت ربما استعصى عليك ان تدفعها. فان شافت كده ملامح ان جوزها هينشز، بقى هنا بيتكلم عن النشوز من مين؟ من الراجل، لانه سابق واللاتي تخافون ايه؟ نشوزهن. يبقى النشوز كان من مين؟ كان من المرأة. النهارده النشوز من مين؟ من الرجل. طيب وإن امرأة
وإن خافت امرأة من بعلها أي من زوجها نشوزا. ما هو النشوز؟ انتم بتسمعوش كده يقول لك ده النغمة دي نشاز. يعني ايه النغمة دي نشاز؟ يعني خرجت عن رتم النغمة، والاصل لها مأخوذة من الايه؟ من النشز، وهو الايه؟ الارتفاع من الارض. الارض الوصول فيها تبقى ايه؟ مبسوطة كده لطيفة. فإن وجدت فيها ايه؟ نتوء كده يبقى اسمه ايه؟ نشوز. طيب ايه النشوز بالنسبة للمرأة؟ قال لك لأن الرجل أخذ المرأة سكنا له، مش كده؟ ومودة ورحمة، وأفضى إليها وأفضت إليه. مسألة يعني واشترطنا فيها الكفاءة، يبقوا زي بعض ولا لا؟ ولذلك لما جه قال الطيبات للطيبين والخبيثات ايه؟ حتى الكفاءة في دي، حتى الكفاءة ما تجيبش خبيثة وتجوزها لطيب تركبه تتعبه، مفهوم ولا لا؟ ما تجيبش الايه؟ لخبيث وطيبه برضه تبقى متعب. لكن لما يكون طيب متجوز طيبه ايه؟ هتريحه وتقدره. وخبيث متجوز خبيثه برضه هتريحه. لان ان قال لها يا كذا تقول له يا كذا، مش كده ولا لا؟ يشتمها شتمه تجيب له يبقى في توازن ولا ما فيش توازن؟ حتى الكفاءه في هذه. الطيبات للايه؟ والطيبون والخبيثات. واحد يقول لك الله ايه الخبيثات؟ يقول لك ايوه لما تيجوا تتجوزوا ما يعملوا كده، ما تاخدش واحد طيب وتدي له واحده خبيثه ولا واحدة. لا، علشان تبقى الكفاءه حتى في هذه ايه؟ موجوده. ان ما اختشتش من الفضيحه هو برضه ما يختشش من الفضيحه، وان دي بتختشي من الفضيحه دي بتختشي من الفضيحه. يبقى في توازن ولا ما في توازن؟ يبقى في توازن. واللاتي تخافون نشوزهن لا، وان امراه خافت من بعلها نشوزا، يبقى النشوز ارتفاع عن المستوى، لكن فيه ما بين الزوجين سكن وموده ورحمه، خلاص، وافضى اليها وافضت اليه. فان المراه خافت ان جوزها يستعلي عليها، هي النشوز حته عاليه ولا لا؟ ما هي النشوز الارض مبسوطه، ونشوز يعني ايه؟ حته عاليه. عاليه يعني استعلاء. استعلاء يعني يعمل ايه؟ استعلى عليها بنفسه، استعلى عليها بالنفقه، ما حبش ينفق ايه عليه، استعلى عليها باحتقارها. الله، كل دي الموده ما فيش موده، رحمه ما فيش رحمه، يبقى ده نشوز ولا لا؟ يبقى استعلى عن المستوى الذي يجمع الايه؟ يجمع الزوجين. قبل ما يحصل ده تكون هي ذكيه بقى، تقول والله ملامحه كده باين يعني كده، تقوم تعالج المساله قبل ان ايه؟ قد تقع. فإن كانت المسائل من جهتها تشوف الأسباب التي أدت إلى هذا، إن كانت منها تراجع نفسها كده وتمشي موزون على الأول. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، هو ما نسس ولا استعلى ولا حاجة، بس يعني إيه؟ لا بيحددها ولا بيأنسها، إنما مدي لها حقوقها نقول له برضه لازم انت تعالج الحكايه دي. شوف بقى الدقه في تناول القضيه دي بين الاثنين، كما قلنا وقال الله عنهم انهم افضى بعضهم الى ايه؟ الى بعض. معنى افضى بعضهم الى بعض يعني هن لباس لكم. شوف لباس بقى يعني ايه؟ قال هم يغطوني وانا اغطيهم، مش كده معناها؟ يعني ان عوراتهم الاثنين بالنسبه لبعض ايه؟ واحنا كنا ضربنا مثل قلنا ان الفتاه مهما كانت عندها قحه حتى وابوها دخل عليها ولا اخوها ووركها باين ولا حاجه بالدليل، مش كده؟ لكن لما جوزها يدخل يمكن تزوده شويه، مش ده اللي بيحصل؟ يبقى معناها ايه؟ معناها ان بينهم وبين بعض يبقوا يختشوا على عرضهم بقى، ويفهم ان بينهم وبين بعضهم كما قال الله افضى بعضكم الى بعض، يعني اختشوا على عرضكم. هي اباحت لك واباح الله لك منها ما لم يبيحه لاحد، فما تقولش بقى انها كذا وانها وانت رخره. اما اللي بيقول ده شتمني، ده كشر في وشك، شتمك وكشر في وشك ولا اطلع على عورتك؟ ان هي اللي يعني الكبيره المساله، ما خلاص انتهت المساله. شوفوا بقى الدقه. يريد الحق سبحانه وتعالى ان ينهي هذا الخلاف قبل ان يقع الخلاف. ينهيه باي شيء؟ نشوف بقى.
سبب النشوز ده وسبب الاعراض ايه؟ كل واحده تقدره بقى. يصح مثلا سنها كبر وهو لسه فيه يعني شويه، يصح فيه شيء دمامي، يصح حد امراه استمالته مثلا، يعني اي سبب من الاسباب. تقوم هي تعالج المساله علاج العقلاء. ايه علاج العقلاء؟ تعمل ايه يعني في علاج العقلاء؟ قال لك تيجي تتنازل له عن قسمه. يعني افرض انه هو مثلا مش وجيهه ولا حاجه وحب هو يتجوز وتتنازل له عن شيء من المهر، تتنازل له عن شيء. المهم في قوله سبحانه وتعالى الايه اللي هنا بقى بيقول ايه؟ فلا جناح عليهما، على مين بقى؟ الاثنين، ان يصلحا بينهما صلحا. يصلحا اللي هم مين اللي يصلحوا؟ الاثنين. يبقى هم الاثنين اللي يحلوا المشكله. ولذلك كل مشكله لا تتعدى الرجل والمراه حلها يسير. اللي بيصعب المسائل في المشاكل ايه؟ ان بيدخل في المشاكل اللي بين الرجل والمراه ما ليس بينهم ما بين الرجل والمراه. لأن الراجل اختلف مع مراته كده وبعدين خرج شوية وبتاع، يمكن نفسه تحركت على أهله، يقوم يجي تاني يتمحك كده، يمكن تقول له كلمة في حدوتة تنتهي الخلاف. مش ده الحصل؟ إنما لو أمها دخلت أو أمه أو أختها أو أخته أو أخوه أو دخل في المشكلة من لا يوجد عنده دافع أن يحل المشكلة. إنما الرجل والمرأة عندهم إيه؟ دوافع أن تحل مشاكلهم. فإذا من حصلت المشكلة بينه، ولذلك أن يصلح. فلا جناح عليهما، يعني على مين؟ على الرجل والمرأة أن يصلحا، يغدروا دي يتنزل شوية يا شيخ لدمامة، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه إيه؟ خيرا كثيرا، وعسى أن تكرهوهن يبقى ربنا يعمل لكم مش عارف. وأنت فاهم إن في واحدة من النساء مجمع جمال ومجمع خيرات؟ أبدا، ده بالعكس، كل خصال الخير التي تتطلبها الحياة يمكن أغلب الكمية اللي فيها على نساء ليس لهن حظ من حسن. ليه؟ أم قال لك لأن اللي لها حظ من حسن ده يمكن تتكل على الحسن، مش كده؟ إنما اللي ملهاش حظ من الحسن تقوم تحاول تكون أمينة، تكون وفية، تكون مدبرة، تكون مبتسمة، تكون على بالنسبة لأهله، تكون عايزة تدبق إيه؟ تدبق لها رصيد استبقائي، عايزه تدبق لها رصيد استبقائي. ولذلك تلتفت تلاقي النساء اللي ما لهمش هذا الحظ من الحسن اغلبهم ايه؟ اغلبهم هم اللي شايلين تكوين الاسره. نيجي نقول له يا راجل ما تاخدش زاويه من الزوايا الجماليه فقط، بل خذ الجمال بكل زواياه. لأن عمر الجمال الحس اللي هو بيلخبط الرجالة عمره قصير، إنما في زوايا جمال إيه؟ فعسى أن تكرهوهن ويجعل الله فيهن إيه؟ خيرا كثيرا. ولذلك بيحدثونا أن بعض الصالحين كانت لهم امرأة وكانت المرأة شديدة عليها أوي، وهو راجل إيه؟ وراجل طيب، فكان التمل شديد عليها، فقال لو رأيتيني وأنا في درس العلم والناس يعني يستشرفون إلى سماعي، مش كده؟ لو سمحت وتيجي تشوف الحكاية دي. قال فاهم إنها لما تروح وتشوف بقى يعني منزلته وهو قاعد ومتكلم ومش عارف إيه، يمكن ده يخليها يعني إيه؟ تبقى حنينة شوية عليه. ففعلا راحت وهو شافها كده داخل على الدرس من بعيد، فقال لك المسائل انحلت. وبعدين راح اخر النهار بقى بعد ما خلص فاهم انه يعني بقى، قال لها ايه مش شفتني؟ قالت له شفتك يا حسره، كل الناس قاعده عاقله وانت اللي قاعد تهاتف، مفيش فايده. الشاهد انهم حدثوا ان هذا الرجل كان الله يكرمه بالمدد لصبره على امرأته، وكان مريدين والناس المترددين عليه يرون إشراقات الله في تصرفاته. فماتت امرأته، فلما ذهبوا إليه لم يجدوا عنده الإشراقات اللي كانت موجودة أولا،
فقالوا له في المسألة، قالوا له كنا وكنا والآن، قال لقد ماتت التي كان يكرمني الله من أجلها. لقد ماتت التي كان يكرمني الله من أجلها. المسائل كما أن مطلوب من المرأة أن تصبر على الرجل إن كانت فيه خصال مش طيبة، ومطلوب من الرجل أن يصبر أيضا على المرأة، والذي يصبر عليها يؤتيه الله خيرا. ولذلك قالوا إن عمران بن حطان ده كان من الخوارج وكبار، وكان عنده امرأة جميلة وهو كان دميم الخلق، فهي نظرت له مرة كده وقالت الحمد لله، فقال لها على أي شيء تحمدين الله؟ قال على أني وأنك في الجنة، أنا بحمد ربنا أنني وأنت في الجنة. قال لها لما؟ قال لأنك رزقت بي فشكرت، وأنا رزقت بك فصبرت، والشاكر والصابر كلاهما فين؟ كلاهما في الجنة. يبقى إذا ما يظنش واحد إنه عايز امرأة مجمع جمال وحسن في كل شيء، تقول له إن كان فيها شيء أخذت فيه 3/10 فهتجد فيها شيء أخذت فيه 10/10. ما تضيعش 10/10 دي أمام الإيه 3/10. وزوايا الحياة كثيرة، وقلنا سابقا أنه لا يوجد أحد ابنا لله، بل كلنا بالنسبة لله عبيد. وما دام بالنسبة لله عبيد وما فيش حد منا ابنه، يبقى مدينا أسباب الفضل بالسواء. بس انت واخد زي ما قلنا 10/10 في زاوية، وأنا واخد 1/10 في الزاوية دي، وأنا واخد 9/10 وأنت واخد. علشان إيه؟ مجموع كل إنسان يساوي مجموع كل إنسان، عشان العالم يعمل إيه؟ فأنت إذا رأيت شيئا لا يعجبك في المرأة، وإذا المرأة رأت شيئا لا يعجبها، يبقى لازم يضم الزوايا كلها لبعضها، ما ينظرش الزاوية إيه؟ لزاوية واحدة أبدا. والذي لا ينظر إلى الزاوية الواحدة تلتفت تلاقيه مرتاح، يقول لك هي فيها كذا، قول لها لكن فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. والذي يرضى ينظر إلى الإيه؟ إلى المحاسن، والذي يغضب ينظر إلى الإيه؟ المقابح. والعادل بين الغضب والرضا ينظر إلى مجموع هذا ومجموع هذا. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يبني الأسرة على سلامة، فبيقول لا تنتظر يا امرأة ولا تنتظر يا رجل إلى أن يقع الخلاف، إما تبدو البوادر ابتدوا إيه؟ حلوا، وحلوها انت. ما حدش بينه وبين واحد منكم أكثر مما بينكم وبين بعضكم. أنتم أولى بمين؟ أنتم أولى ببعض. فشوف بقى يا سيدي، فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. يصلح كلمة، طب أن يصلح بينهما معقولة، إنما أن يصلح بينهما صلحا أم قال لك لأن كثيرا ما يأخذ الصلح شكلية الصلح، إنما موضوع الصلح وهو إنهاء الجوفيات وإنهاء المواجيد النفسية ما تبقاش موجودة. ولذلك يقول ده بيأثر عليا، ما يأثرش، ده بيشتم ابويا ما نشتموش. انما هنا لسه ايه؟ اذا ففيه شكلية للصلح وفيه موضوع ايه؟ للصلح. اللي بيعمل الاشياء اننا بنقعد نصلح في الشكلية، انما الاسباب الحقيقية مدفونة في النفوس، فتروح منفسة في حاجة تانية. ان يصلح بينهما صلحا، يعني صلح بايه؟ بحقيقته. والصلح خير، والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح. الله يقول أنا أعاملكم وأطلب منكم وأعلم طبائعكم وسجاياكم وأخلاقكم. أنا فاهم إن الشح دي طبيعة، بس أنا بحننكم على بعض. أنا عارف إنني لما أطلب من المرأة أتنازل عن شيء من نفقتها، تتنازل، افرض إنها دفع لها مهر كتير، يقول له يا أخي إن كنت تعبان من المهر بتاعك خد المهر بتاعك، إن كنت مثلا الشبكة اللي أنت جبتها لي خد الشبكة بتاعك، إن كنت زعلان علشان مثلا بتاع عندي ليلتين بلاش ما تباتش عندي وروح بات عند ضرتي بأي شكل. يبقى وهو يتنازل أيضا عن إيه؟
عن مقاييسه. وإياكم أن يستولي الشح على تصرفاتكم بالنسبة إيه لبعض. ولذلك جاء في آية أخرى يقول وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأحضرت الأنفس الإيه الشح وإن تحسنوا. يعني فيه فرق بين الحقوق نتمسك بها وبين الإحسان نتطوع به. يعني ما تخليش المسألة حقي وحقك. ولذلك احنا قلنا مرة ان الراجل قال لهم للخصمين أحكم بينكم بالعدل ولا بما هو خير من العدل؟ قال الله وفي حاجة خير من العدل؟ قال نعم الفضل. الفضل العدل يديك حقك والفضل انك تتنازل عن الحق. ايش فيها دي؟ وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون برضو كان إن الله كان بما تعملون خبيرا. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يحل مشكلة. هذه المشكلة مشكلة نفسية تتعرض لها الأسر، وتعرض الأسر لها يرد لأنها لا توجد فيها خميرة عقدية دينية، لا عند الرجل ولا عند المرأة. الأسرة نفسها ما عندهاش خميرة دينية. ولو أن الأسر كان عندها خميرة دينية مسبقة وأخذت أحكام الله بحقها لما وجدت هذه المشكلة. إيه هي المشكلة؟ المشكلة مشكلة التعدد. المحظوظ فيها من؟ الرجل هو اللي بيعدد. فدي ظاهر الامر ان دي ميزه لايه؟ ميزه له، هذا صحيح. والمهضوم فيها مين؟ المرأة. نقول له المحظوظ فيها الرجل بدون تقييد، ولكن المغبون فيها المرأة بتقييد. ليه؟ لأن مش كل امرأة مغبونة. المرأة المتزوجة لما جت عليها واحدة هي المتزوجة مغبونة، طب واللي اتجوزت؟ ها؟ تبقى مغبونة ولا مبسوطة؟ طيب امرأة قال لها رجل أنا سأتزوجك ثانية ورضيت به، يبقى معنى أنها رضيت به بإيه؟ الرضا بها إيه؟ أنها وازنت بين أمورها فاختارت خير الأمور. طب لو كانت هي زوجة أولى حد ما لقتش إنها تبقى زوجة أولى فبقت زوجة إيه تانية؟ يبقى اللي يزعل إن هي الأولى والتانية بتزعل ولا بتنبسط؟ بتنبسط. الله، يبقى إذا الغرمة مش على كل المرأة، يبقى الغرمة على بعض على اللي ستفت. الغرمة على مين؟ اللي ستفت. نقول والله هم معذورات. ليه؟ قال لك لأن الرجل أخذ حكم الله في أن يعدد ولم يأخذ مع الحكم أن يعدل. يبقى خد الحكم اللي في صالحه، ساعة ما جه يعدد أخذ إباحة التعدد، ولكنه لم يأخذ من مبيح التعدد وهو المشرع الأعلى وهو الله العدالة. والناس ضجت ليه؟ لأنهم شافوا لما واحد بيتجوز واحدة بيلتفت إليها والتانية بيهملها ويهمل عيالها، يبقوا معذورات في أن يقفن أمام هذه المسألة ولا مش معذورات؟ ولكنه لو أنه أخذ حكم الله في العدل كما أخذ إباحة الله في التعدد لحدث التوازن ولا لا؟ حدث التوازن. وبعد ذلك لما تكون المرأة الأولى لم يضع عليها حق لا في نفسها ولا في بيتها ولا في قسمها اللي هي حقها يعني في البيتوتة ولا في أمور أبنائها ولا في شيء من هذا، تيجي لقضية تقول والله أحسن يبقى متزوج قدام عيني كده أحسن ما يدس نفسه في فراش الناس. لكن اللي بيخلي المسألة واخدة إشكال إيه؟ اللي واخد إشكال أننا نأخذ بعض الكتاب فنؤمن به ونكفر ببعض الكتاب. فالذين يأخذون إباحة الله أن يعددوا لازم التعدد ده يبقى بأصوله.
لازم ياخد الايه؟ العداله. الايه؟ العداله. كان سيدنا معاذ بن جبل عنده امرأتين، وكل امرأة لها قسم في البيتوتة، يعني يبات هنا ليلة وهنا ايه؟ ليلة. طيب، فكان لا يتوضأ عند واحدة في ليلة الأخرى، ما يتوضاش عند الثانية في الليلة بتاعت الأولانية، ما يكونش الليلة دي بتاعت فلانة وبعدين يتن واخد نفسه كده ويروح على البيت الثاني يتوضا ويريح نفسه يعني. شوف، ومع ان الوضوء قربة لله، يوم يقول لا، الوقت بيجيني هنا يبقى بحقه هنا، اتوضا هنا، اتوضا هنا. والاعجب من هذا انه مات في الطاعون. لما ماتوا في الطاعون ما عملش ولدي قبر ولدي قبر، يمكن يعني ده يبقى واسع شويه، ولا قال دفنوهم في قبر واحد. ادي الايه؟ ادي اللي خد حكم ربنا في التعدد وخد حكم ربنا في الايه؟ في العدل. الحق سبحانه وتعالى هو اللي خالق الخلق، قال لك العداله في المستطاع، العداله في المستطاع. انت تعدل زمنا تستطيع، تعدل نفقه تستطيع، تعدل ابتسامه تستطيع، تعدل مؤانسه ومواساه تستطيع، لكنك لا تستطيع ان تعدل ميل قلب. ميل القلب دي ومن لطف الله انه متدارك، انه ايه؟ فالحق سبحانه قال ايه؟ ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. العدل ما هو بقى العدل الحبي، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رب هذا قسمي فيما ايه؟ املك، سيب لي بقى اللي ما ايه؟ اللي ما املكوش دي. يبقى اذا فيه فرق بين ميل القلب وهي المواجين النفسية، وفيه بين النزوع النفسي. نقول له العملية الوجدانية دي ما حدش له فيها، ما نقدرش عليها، لأن لا يوجد تقنين يقول لك حب فلان أبدا، إلا إذا كنت عايز الحب العقلي، الحب الإيه؟ إنما الحب العاطفي لا. أنا لما يكون عندي ابن ومش ناجح في حياته بحبه ولا ما بحبوش؟ بحبه بإيه؟ بعقلي ولا بعاطفتي؟ طب ابن الجيران اللي بيني وبينهم خصومه وولد ذكي ويطلع الاول ومؤدب ومش عارف ايه، بحبه ولا ما بحبوش؟ بحبه بايه؟ بعقلي. يبقى فيه فرق بين ان تحب بالعقل وان تحب بالعاطفه. الذي يامر به الشرع انك انت تحب بالعقل، اما حب العاطفه ده ما يقننش له، لا يقنن له ابدا، وانما يقنن للحب، هو للحب العقل. انت تحب الدواء المر وتصر من حبيبك الذي سعى واتى به اليك من الخارج، تقول يا سلام، ده لما عرف ان الدواء مش في مصر بعت ايه؟ جابوا لي من بره، والدواء ايه؟ طعمه مر. اتحب الدواء بعاطفتك ولا تحب بعقلك؟ تحب بالعقل. يبقى اذا لن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء، اي عدل ميل في القلوب، فلا تميلوا كل الميل. طب نميل كل الميل؟ قال فتذروها كالمعلقة. المعلقة هي التي لا هي أيم فتطلب الزواج ولا هي متزوجة فتستمتع بوجود الزوج، فأنت حاجزها عاضلها، تقول له أنا لا أطلب منك أن تميل بقلبك هنا وتميل بقلبك هنا، لأن هذه المسألة ليس فيها تقنين، ولكنني أريد في النزوعات الأخرى كأن تسوي في البيتوتة، وأن تسوي في النفقة، وأن تسوي في مطلوبات أبناء هذه وأبناء هذه، وأن تعدل بينهم في المؤانسة، وأن تعدل بينهم في المساواة. أما المعنى الآخر فأنا لا أكلفه به. ولم تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة إلا أن تتنازل عن حصته. سودة بنت زمعة رضي الله عنها أم المؤمنين حينما تزوج رسول الله عائشة، وهي كانت واخدة عشان تقوم بس على الخدمة وتشرف بأن تكون أم المؤمنين، قالت له يا رسول الله خليني لي الشرف إنني أبقى أم المؤمنين،
وليلتي انا وهبتها لمين؟ للسيدة عائشة رضوان الله عليهم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.